أن الكويت لا نريد ضم الكويت إلى بلادنا، أن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق، فقد كانت هذه البلاد من قديم الزمان حتى الاحتلال البريطاني سنة 1914 قضاء تابع للواء البصرة. أن ولاية البصرة في الزمن العثماني إحدى الولايات الثلاث، ولاية البصرة وولاية بغداد وولاية الموصل، وأن ولاية البصرة تضم قضاء القرنة وقضاء الفاو وقضاء الكويت، فهذه حقيقة تاريخية ثابتة مع الكويت بوسائد الدم والقربة والوطن الواحد، وشعب الكويت وشعب العراق شعب واحد لا يفرق بينهما مفرق، لكن الاستعمار هو الذي يريد التفرقة، وهو الذي سيطر على الشعب الكويتي وهو شعب العراق، وهو الذي سيطر على تلك البقعة من أرض العراق منذ مدة. فقد حاول الاستعمار البريطاني في سنة 1899 أن يعقد اتفاقية سرية مزورة غير معترف بها دوليا وغير شرعية مع قائم مقام الكويت آنذاك عبد الله مبارك الصباح، مع قائم مقام الكويت آنذاك مبارك الصباح، فعقد اتفاقية سرية باطلة بينه وبين هذا القائم مقام الذي لا توجد له صفة شرعية بعقد الاتفاقيات مع جهات أجنبية. ولكن مع من عقد تلك الاتفاقية السرية؟ انه عقدها مع المقيم البريطاني في الخليج العربي، المقيم السياسي، عقدها ويا المقدم مين، فسار عليه اخوته وسار عليه عمه الشيخ مو، وقالوا اننا نرتبط تاريخيا ونرتبط بدمائنا وبنفوسنا مع اهل العراق، واننا قضاء تابع لولاية البصرة، ولا يمكن بأي حال تنفيذ هذه الاتفاقية مطلقا، ولا توجد لنا الصفة الشرعية التي يمكن لنا فيها أن ننفذ هذه الاتفاقية. وعليه الإنجليز المستعمر في ذلك الزمن أخذوا يحاولون إيجاد شهود زور ليوقعوا على صحة توقيع الشيخ الجليل، صحة توقيع الشيخ الجليل الذي آجر الاستعمار في ذلك الزمن، بعد أن منح حوالي 15,000 صفية في ذلك الزمن من خزينة دار الاعتماد البريطاني